السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده هنقدم مع بعض الفراخ البانيه اللي تشيكن اللي بصوا مفيش بيت مصري ولا حتى بيوت عربية بتخلم الأكلة الحلوة دي. هنقدمها بطريقة سهلة جدا، ولا مواعين كتير ولا دربكة كتير، وكمان هنعرف مع بعض سر اللون الجميل ده ازاي نطلعه معانا بطاسة زيت واحدة من أول قطعة لغاية آخر قطعة زي ما انتم شايفين باللون ده معايا، اللون الذهبي الجميل من غير ولا واحدة تتحروق معانا. هنعرف النهارده مع بعض كل الاسرار في الفيديو ده بحاجات بسيطه وتتبيله بسيطه جدا جدا وعلى طريقتي. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو، لو عجبك الفيديو يا ريت تحطي لي لايك وشير للدعم، وكمان لو لسه ما اشتركتيش عندي في القناه تنزلي تنوريني حالا وتدوسي على الزرار بتاع الاشتراك او سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بوصفاتي. هنقدمه النهارده مع مكرونه، بس لينك المكرونه هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف طريقتنا ايه. اول حاجه كده معايا بوله او علبه بقى، اي ما بتستخدمي اي حاجه. هنزل كده ببيضتين، ما تستغربيش بيضتين يا ابتسام، ايوه انزلي بس بيهم الاول كده، ما تقلقيش خالص بجد هتبقى تحفه جدا. هنوفر بقى حركه بقى البيض ومش عارفه اللبن والكلام ده كله. هننزل بالبيضتين ضربناهم كده بالشوكه، بعد كده هننزل معايا ببصلايه مفرومه، وكمان هنزل معايا بفلفل اسود رشه كده يعني بمقام نص معلقه صغيره، وكمان نص معلقه صغيره من الملح. التيست العالي جدا اللي بيدهوني وهي مكعب مفرومه من سوري يا بنات، من المرقه، بجد بيدي تيست تحفه جدا. وكمان هيبقى معايا شعره بسيطه من الحبهان، وكمان هيبقى معايا معلقتين كبار من الخل ومعلقه صغيره من السكر. وما تستغربيش بجد يا بنات بتبقى تحفه جدا. زي ما احنا شايفين كده معانا قلبنا الخلطه مع بعضينا الحلوه دي، مفيش مكونات كتير. انا جبت البانيه معايا طبعا غسلاه مصفيه كويس جدا من الميه ومنشفاه زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وبصوا بقى، يا ريت التقطيع البانيه لا يبقى رفيع قوي ولا يبقى تخين قوي، بالسمك اللي انت شايفاه معاكي ده سمك مناسب جدا. لو رفيع قوي هينشف معاكي في الزيت، ولو طبعا تخين قوي هتعقدك في السوى. شايفين؟ هنزل بقى بقطع الفراخ معايا. انا استخدمت النهارده كيلو من صدور البانيه، والله يا بنات الكميه كلها قلياها في طاسه زيت واحده، واللون زي ما انتم شايفين كله واخد لون واحد. هنعرف مع بعض. كملي معايا بقيه الفيديو ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي اهو زي ما احنا بندمج كده المكونات كده كلها مع بعض، هشيله بقى في التلاجة. وعايزه اقول لك كمان انا استخدمته بعدها، يعني تبلته وسبته ساعتين في التلاجة. فطبعا ما يفضلش ان انت تسيبيه في البيت في الفريزر مده طويله، يبقى نستغنى عن خطوه البيت والمكونات بتاعتنا الاساسيه دي. وبعد كده بنجيبه، وبعد كده بتحطي البيض عليه قبليها على طول، قبل ما تتبلي قبل ما تتبلي شويه تحطي البيض عليها، مفيش مشكله خالص. جينا بقى دلوقتي انا سبته في التلاجة ساعتين زي ما اتفقنا. دلوقتي جبت معايا بقسماط ناعم عادي خالص، وبعد كده كيسين فيجيتار حار او بارد براحتك خالص، بيدي نكهه حلوه جدا. السر بقى معايا في اللون التحفه ده، وهو بصوا ربع معلقه صغيره من الكركم. ما تقلقيش خالص، ما بتديش طعم خالص، ولكن بتدي اللون التحفه اللي شفتوه معايا في اول الفيديو. اديت شعره بسيطه من الملح، وبعد كده قلبت المكونات كلها. تعالوا بقى نشوف هنا بعد ما جبت الفراخ البانيه معايا من التلاجة. اهم خطوه معايا ان انت تمسكي كده وتنزلي كل قطع البصل من عليها. ليه بقى؟ عشان القشره الخارجيه ما تفصلش معايا. وارد جدا يا بنات ان القشره الخارجيه بتفصل معانا لما بيكون فيها بواقي بصل، فانا مش عايزه طبعا ان القشره الخارجيه، عايزينها تبقى متماسكه هي والقطعه البانيه واحده بس. في الخطوه دي بقى بصي بقى، يعني اضغطي على البانيه وانت بتعمليه كويس جدا. اهم حاجه الضغطه كويس جدا، برضو ده تاني سبب ان يخلي معانا القشره ما تثبتش معانا على الفراخ البانيه. وهي لازم نضغط كويس جدا زي ما انتم شايفين كده بالظبط. انا اوريكم برضو هنا ان الايد اللي باخد بيها قطعه البانيه ما بحطهاش في البقسماط، عشان البقسماط معايا ما يتبلش كده من التتبيله ويعجن معايا. لا، انا عايزاه كده يطلع ناشف كده وكريسبي من بره، ويبقى طري من جوه. شايفين؟ هكمل كده بقيه الكميه معاكم. انا عملت هنا تاني واحده. اضغطي بقى كويس جدا بايديكي. شايفين؟ يراعى جدا بقى ان انا بين كل راق، هوريكي دلوقتي ان انا بين كل راق بانيه وكل راق بحط كيس بلاستيك من اكياس التلاجة، بحيث ان البانيه ما يتعجنش كله على بعضه. فطبعا هنا خلصت الكميه كلها، فاصله بين كل طبقه والتانيه بكيس من اكياس التلاجة. هحطهم بقى، انا بصراحه سبتهم في الفريزر نص ساعه بالظبط. عايزه تسيبيهم ساعه مفيش مشكله، برضو بتتماسك معاكي. عايزه مستعجله وتقليهم، ما تطمني خالص واقليهم مفيش مشكله. معايا بقى خطوه القلي هنا، وخطوه مهمه جدا. معايا هنا على نار متوسطه، لا هي هاديه قوي ولا هي عاليه قوي، والزيت كده زي ما احنا شايفين يكون مغطي قطعه البانيه معايا. وبعد كده بننزل بيه على طول. شايفين؟ لا قشره خرجت ولا فصلت ولا اي حاجه. نقلب كده على الجنب التاني.
ومعاكي بقى طبعا هنخرجه على مناديل مطبخ معانا على جنب، يعني مناديل مطبخ معانا على جنب على اي بقى السرفيس بتاعنا ولا اي حاجه. وبصي مش بيشرب زيت خالص. يراعى جدا في اخر دقيقه، في اخر دقيقه ان انت تعلي النار سنه عشان يطرد معاكي اي زيت وما يشربش معايا اي زيت. عايزه اقول لك يا بنات بجد والله ما بيشربش زيت خالص، طالع بصوا معايا روعه جدا وبالف هنا وشفا بجد. يعني مش عايزه اقول لكم ايه بقى السبب ان احنا نخلي. بصوا بين كل طاسه وطاسه انا بالمصفى بتاعتي على طول بصفي، يعني بين كل قليه والتانيه بطلع دور اروح مخرجه الرواسب البقسماط اللي هو بيتحرق معايا، اخرجه من بره عشان يفضل معايا الزيت رايق كده وحلو ويديني الاخر قطعه بانيه يعني ما تبقاش متحروقه. ممكن قطعه واحده بس هي اللي تبقى متحروقه في الاخر. شايفين؟ والمكرونه مع بعض قدمناها كده بطريقه حلوه وجميله. عايزه اقول لكم طريقه صلصه المكرونه دي روعه جدا بجد، احلى من محلات المكرونه. مش هقول لكم زيها، لا احلى. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف واول تعليق مثبت عشان اللي حابب يدخل يشوفها. شايفين بقى البانيه بتاعي طالع عامل ازاي؟ انا حابه بس اوريكي ان كل القطع معايا متماسكه، الكفر ماسك عليها. بصوا كل البانيه بلون واحد ولا اي واحده محروقه وبطاسه زيت واحده. كل ده بسبب ايه؟ علشان احنا بين كل واحده يعني كل طاسه وطاسه بنروق الزيت بتاعنا بالمصفى كده، بنشيل الشوائب بتاعه البقسماط. وبجد بجد الف هنا وشفا. طريقه البانيه تتبيله مميزه، هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، وصفه لذيذه وسهله وبسيطه جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وقدرت اوصل لكم الوصفه بتاعتي، وباذن الله هتعجبكم جدا. واشوفكم في فيديو جديد، وكنتم مع ابتسام الجبالي، والسلام عليكم.